من كام يوم كنت واقف وسط زمايلي في يوم التخرج. ناس بتتصور، ناس بتضحك، ناس فرحانة إنها أخيرا خلصت، وناس شكلها مش مستوعبة إن الرحلة انتهت. وأنا كنت واحد من الناس دي، لأن طول الوقت كان في سؤال بيلف في دماغي: هو إزاي 4 سنين كاملين عدوا بالسرعة دي؟ أنا حرفيا فاكر أول يوم دخلت فيه الجامعة، فاكر التوتر، فاكر إن كنت تايه، فاكر إن كنت حاسس إن كل الناس فاهمة هي بتعمل إيه إلا أنا. كنت داخل مرحلة جديدة تماما، ناس جديدة، كيان جديد، نظام جديد وحياة جديدة. وساعتها كنت فاكر إن الجامعة عبارة عن كام مادة هنا وكام امتحان هناك وشهادة في الآخر وخلاص. لكن بعد 4 سنين اكتشفت إن الموضوع كان أكبر من كده بكتير. اكتشفت إن الجامعة معلمتنيش مواد بس، علمتني حاجات عن الحياة نفسها، حاجات عن الوقت وعن الناس وعن الفشل وعن النجاح وعن نفسي أنا شخصيا. وأكتر حاجة فاجأتني إن أغلب الدروس المهمة دي ما كانتش مكتوبة في أي كتاب، ولا جت في أي امتحان، ولا حد وقف يشرحها في محاضرة. دي كانت دروس اتعلمتها من التجارب، من الغلطات، من الخوف، من القلق، ومن المواقف اللي عشتها كل يوم. وعشان كده حبيت أعمل الفيديو ده، مش علشان أدي نصايح ولا عشان أقول إني فهمت الدنيا. أنا لسه بتعلم زي أي حد، بس في 10 حاجات بالتحديد حاسس إنهم غيروا طريقة تفكيري. 10 دروس كنت أتمنى حد يقولها لي وأنا داخل الجامعة أول مرة. يمكن لو كنت عرفتهم بدري كنت وفرت على نفسي وقت وحيرة كتير. فخلينا نبدأ بأول درس، وأظن إنه أهم درس فيهم كلهم. الدرس الأول: محدش هيجي ينقذك. من أول الحاجات اللي اتعلمتها في الجامعة إن محدش هيجي ينقذك. عارف إن الجملة شكلها قاسي، أنا كمان كنت شايفها كده، لكن مع الوقت اكتشفت إنها من أكتر الجمل اللي ممكن تحررك. وإحنا صغيرين دايما متعودين إن في حد مسؤول عننا. في المدرسة المدرس بيتابعك، وفي البيت أهلك بيتابعوك، في الدروس في حد بيقولك تعمل إيه. لكن الجامعة مختلفة، فجأة بقيت أنت المسؤول. لو حضرت أو ما حضرتش، لو ذاكرت أو ما ذاكرتش، لو استغليت وقتك أو ضيعته، دي كلها مسؤوليتك أنت. محدش هيجري وراك، محدش هيصحى بدالك، محدش هيحقق حلمك بدالك. فاكر إن في البداية كنت مستني حاجات كتير، مستني الوقت المناسب، مستني الفرصة المناسبة، مستني الظروف المناسبة. لكن بعد فترة اكتشفت إن الحياة عمرها ما بتبقى جاهزة بالشكل اللي في دماغنا. دايما في مشكلة، ودايما في ضغط، ودايما في سبب يخليك تأجل. ولو فضلت مستني كل حاجة تبقى مثالية، غالبا عمرك ما هتبدأ. وأظن إن أول تغيير حقيقي حصل في شخصيتي كان لما بطلت أستنى وبدأت أتحرك، حتى لو بخطوات صغيرة، حتى لو كنت خايف، حتى لو مش ضامن النتيجة. لأن الحقيقة إن أغلب الناس اللي حققت حاجة في حياتها ما كانتش جاهزة، هما بس قرروا يبدأوا. وعشان كده لو في نصيحة واحدة أقولها لأي طالب داخل الجامعة: ما تستناش حد ينقذك، ولا تستنى حد يجي يقولك اعمل إيه. ابدأ بنفسك، لأن حياتك في الآخر مسؤوليتك أنت. الدرس التاني: الوقت بيجري أكتر ما احنا متخيلين. لو سألت أي خريج جامعة عن أكتر حاجة صدمته، غالبا هيقولك الوقت. لأن الوقت في الجامعة غريب جدا. في البداية بتحس إن التخرج بعيد قوي، بعيد للدرجة اللي تخليك مش قادر تتخيله أصلا. فاكر وانا في اول سنه كنت ببص للطلبه اللي في سنه رابعه واقول: هو الناس دي وصلت لهنا ازاي؟ كنت حاسس انهم عايشين في مستقبل بعيد جدا. لكن فجاه بقيت انا الشخص ده، فجاه بقيت في اخر سنه، فجاه لقيت نفسي بعمل اجراءات التخرج، فجاه الرحله كلها بقت ذكريات. واظن ان اكبر كذبه بنقولها لنفسنا هي: لسه بدري، لسه بدري اتعلم لغه، لسه بدري اقرا، لسه بدري ابدا مشروع، لسه بدري اتعلم مهاره. لكن الحقيقه ان كلمه لسه بدري دي ممكن تسرق منك سنين من عمرك. لأن السنة اللي فاتت كانت لسه جاية، السنة اللي قبلها كانت لسه جاية، وكلهم بقوا ذكريات دلوقتي. وأكتر حاجة اتعلمتها إن الحياة ما بتقفش عشان حد. الوقت بيجري سواء استغليته أو لأ، سواء بدأت أو لأ، وسواء كنت جاهز أو لأ. عشان كده لو في حاجة نفسك تعملها، ابدأ، حتى لو خطوة صغيرة جدا، لأن الخطوة الصغيرة النهاردة أحسن من خطة عظيمة عمرها ما اتنفذت. الدرس الثالث: التقدير مهم، بس مش هو كل حاجة. احنا تقريبا اتربينا على فكرة واحدة، إن الدرجات هي كل حاجة. لو جبت درجات عالية تبقى ناجح، ولو درجاتك قليلة يبقى عندك مشكلة. عشان كده معظمنا كان بيربط قيمته بالنتيجة. لو النتيجة كويسة يبقى مبسوط، ولو النتيجة وحشة يبقى حاسس إنه فشل. لكن بعد 4 سنين في الجامعة بدأت أفهم إن الصورة أكبر من كده بكتير. التقدير مهم، والاجتهاد مهم، والدراسة كمان مهمة، لكن الحياة أكبر من ورقة نتيجة، وأكبر من رقم مكتوب في كشف الدرجات. لأن لما تخرج للحياة العملية هتكتشف إن في حاجات كتير بتفرق: المهارات، طريقة التفكير، الالتزام، التعامل مع الناس، التعلم المستمر، والقدرة إنك تتطور. وشفت ناس كتير متفوقة جدا دراسيا، شفت ناس كانت نتائجها عادية، لكن بعد فترة الحياة رتبت الأوراق بشكل مختلف. لأن النجاح الحقيقي مش بيعتمد على عامل واحد بس. وعشان كده من أخطر الحاجات اللي ممكن تعملها في نفسك إنك تختصر قيمتك كلها في رقم. لأنك أكبر من رقم، وأكبر من تقدير، وأكبر من نتيجة.
اعمل اللي عليك واجتهد واسعى لأفضل نتيجة تقدر عليها، لكن في نفس الوقت متخليش النتيجة هي اللي تحدد أنت مين. الدرس الرابع: الناس اللي بتقابلهم ممكن يغيروا حياتك. وأنا داخل الجامعة كنت فاكر إني رايح أتعلم مواد، لكن بعد التخرج اكتشفت إن من أهم الحاجات اللي كسبتها هناك الناس. في ناس دخلت حياتك بشكل عادي جدا، في الوقت نفسه كان ليها تأثير أكبر مما تتخيل. صاحب شجعك في وقت كنت هتستسلم فيه، زميل علمك حاجة جديدة، دكتور قالك كلمة بسيطة لكنها فضلت في دماغك سنين، شخص قابلته صدفة وغير طريقة تفكيرك بالكامل. في البداية كنت فاكر إن النجاح رحلة فردية، إن الواحد لازم يعمل كل حاجة لوحده، لكن الحقيقة إن الحياة كلها تقريبا مبنية على العلاقات. فرصة شغل ممكن تيجي من شخص، فكرة جديدة ممكن تيجي من شخص، نصيحة تغير حياتك كلها ممكن تيجي من شخص، حتى الدعم النفسي اللي بيخليك تكمل أوقات كتير بيجي من شخص. عشان كده مع الوقت بدأت أفهم أهمية الناس اللي حواليا، بدأت أفهم إن اختيار الأشخاص القريبين مني ده قرار مهم جدا، لأن في ناس لما تقعد معاها تحس إنك قادر تعمل أي حاجة، في ناس تانية تخرج من عندها وإنت حاسس إن الدنيا كلها مقفولة، في ناس بتشجعك، في ناس بتحبطك، في ناس بتكبر أحلامك، في ناس بتحاول تصغرها. عشان كده من أهم الحاجات اللي اتعلمتها إنك تتمسك بالناس الكويسة، الناس اللي بتحب لك الخير، الناس اللي بتفرح لنجاحك، الناس اللي بتفكرك بإمكانياتك وقت ما أنت تنساها، لأن في الآخر ممكن تنسى محاضرات كتير، ممكن تنسى درجات كتير، لكن عمرك ما هتنسى الناس اللي كانوا جزء من رحلتك. والغريب إن بعض الأشخاص اللي قابلتهم في الجامعة ما افتكرتش تأثيرهم الحقيقي غير بعد سنين، وده يمكن ياخدنا للدرس الخامس اللي علمني حاجة كنت بخاف منها جدا في بداية الرحلة. الدرس الخامس: الفشل مش نهاية الدنيا. لو في حاجة كنت بخاف منها وأنا داخل الجامعة فهي الفشل. زي أي حد تقريبا كنا متربيين على إن الفشل حاجة وحشة جدا، حاجة لازم نهرب منها، حاجة معناها إنك خسرت وإنك أقل من غيرك وإنك ضيعت مستقبلك. لكن بعد 4 سنين اكتشفت إن الحقيقة مختلفة تماما، لأن الحياة مش بتقسم الناس لناجحين وفاشلين، الحياة بتقسم الناس لناس اتعلمت من أخطائها وناس فضلت خايفة تغلط. فاكر إن كان في أوقات كتير جدا حاجات كتير ما مشيتش زي ما كنت مخطط، أهداف اتأجلت، خطط وقعت، حاجات كتير متأكد إنها هتنجح وما نجحتش، وفي لحظتها كنت متضايق جدا. لكن لما ببص ورا دلوقتي بكتشف إن الحاجات دي نفسها هي اللي علمتني أكتر، لأن النجاح بيخليك فرحان، لكن الفشل بيخليك تفكر، تقعد تسأل نفسك: أنا غلطت فين؟ كان المفروض أعمل إيه؟ إيه اللي محتاج أغيره؟ وإزاي أبقى أحسن؟ والأسئلة دي هي اللي بتخليك تتطور. وأظن إن من أهم الحاجات اللي فهمتها إن الفشل حدث مش هوية. يعني لو فشلت في امتحان ده مش معناه إنك فاشل، ولو مشروع ما نجحش ده مش معناه إنك فاشل، ولو خطة وقعت ده مش معناه إنك فاشل، معناه بس إن المحاولة دي ما نجحتش. وده فرق كبير جدا، لأن في ناس بتقع مرة فتقوم، في ناس بتقع مرة فتقنع نفسها إنها مش قادرة، والفرق بينهم مش في الذكاء، الفرق في طريقة التفكير. عشان كده لو في حاجة اتعلمتها من الجامعة فهي إنك ما تخافش من الغلط، خاف بس إنك تفضل واقف مكانك. الدرس السادس: المقارنة بتسرق منك حياتك. من أخطر الحاجات اللي شفتها في الجامعة إن في ناس كتير مركزة في حياة غيرها أكتر من حياتها. كل شوية حد يبص حواليه: فلان جاب تقدير أعلى، فلان اشتغل، فلان سافر، فلان بدأ مشروع، فلان بقى معروف، فلان سبقني. وفجأة بدل ما تركز في طريقك تفضل طول الوقت تراقب طرق الناس. وأنا وقعت في الفخ ده زي ناس كتير، أوقات كنت بحس إني متأخر، وأوقات كنت بحس إن غيري ماشي أسرع. لكن بعد فترة فهمت حاجة مهمة جدا: كل واحد فينا بيبدأ من نقطة مختلفة وبيمشي في طريق مختلف وبيواجه ظروف مختلفة. عشان كده المقارنة في أغلب الأحيان ظالمة أصلا، لأنك بتشوف النتيجة عند الناس لكن مش بتشوف الرحلة، تشوف النجاح لكن مش بتشوف التعب، تشوف الصورة لكن مش بتشوف الكواليس. عشان كده قررت أبطل أسأل فلان وصل لفين وأبدأ أسأل أنا وصلت لفين. هل أنا أحسن من السنة اللي فاتت؟ هل اتعلمت حاجة جديدة؟ هل قربت من هدفي؟ هل بقيت نسخة أفضل من نفسي؟ لأن في الآخر السباق الحقيقي مش بينك وبين الناس، السباق الحقيقي بينك وبين الشخص اللي كنت عليه امبارح. الدرس السابع: التعلم الحقيقي بيبدأ بره المدرج. في أول سنة كنت فاكر إن كل حاجة مهمة هتعلمها هتبقى جوه المحاضرات، لكن مع الوقت اكتشفت إن العالم أكبر بكتير من أي منهج، وأكبر بكتير من أي كتاب، وأكبر بكتير من أي امتحان. اكتشفت إن في حاجات كتير جدا ممكن تتعلمها بنفسك، من كتاب، من فيديو، من كورس، من تجربة، من شخص عنده خبرة، ومن غلطة عملتها بنفسك. وأظن إن واحدة من أهم الحاجات اللي حصلت لي في الجامعة إن فهمت إن التعلم مش مرحلة، التعلم أسلوب حياة. لأن أول ما تفتكر إنك عرفت كل حاجة بتبدأ تتأخر، أول ما تفضل تتعلم بتفضل تتقدم. والحقيقة إن سوق العمل مش مهتم أنت خلصت تعليم ولا لأ، هو مهتم أنت لسه بتتعلم ولا لأ.
عشان كده لو في حاجة أتمناها لأي طالب فهي إنه ما يكتفيش بالمنهج، يعتبر المنهج نقطة بداية مش خط النهاية. الدرس الثامن: مش لازم تعرف مستقبلك كله. من أكتر الأسئلة اللي كانت بتوترني وأنا في الجامعة: اشتغل إيه؟ هبقى فين بعد 5 سنين؟ هل الطريق اللي ماشي فيه ده صح ولا غلط؟ كان عندي إحساس إني لازم أعرف الإجابة على كل الأسئلة دي دلوقتي حالا، لكن مع الوقت اكتشفت إن محدش تقريبا عارف، حتى الناس اللي شكلها واثقة، حتى الناس اللي شكلها مرتبة حياتها. كلنا بنحاول نفهم الطريق وإحنا ماشيين فيه. أكبر وهم ممكن تعيش فيه إنك لازم تشوف الطريق كله قبل ما تبدأ. الحقيقة إن أغلب الطرق بتوضح وإنت ماشي خطوة ورا خطوة وقرار ورا قرار ومحاولة ورا محاولة. عشان كده لو أنت محتار دلوقتي فده طبيعي، ولو مش عارف مستقبلك عامل إزاي فده طبيعي. المهم ما تفضلش واقف، امشي وجرب وتعلم، والطريق هيبان مع الوقت. الدرس التاسع: الذكريات أهم بكتير مما كنت متخيل. وأنا في الجامعة كنت دايما مستعجل الامتحانات تخلص، مستعجل السنة تخلص، ومستعجل أتخرج، مستعجل أشوف الخطوة اللي بعدها. لكن بعد التخرج اكتشفت حاجة غريبة: إن الحاجات اللي كنت مستعجل أخلص منها هي نفسها اللي بقيت بفتقدها. ضحك مع الصحاب، كلام قبل المحاضرات، توتر قبل الامتحان، المشاريع والخناقات الصغيرة والهزار، حتى الأيام الصعبة بقت ذكريات. أظن إن المشكلة إننا أوقات بنعيش وإحنا مستنيين المرحلة الجاية، فننسى نعيش المرحلة اللي إحنا فيها أصلا. وعشان كده لو لسه في الجامعة استمتع بالأيام دي، حتى لو فيها ضغط، حتى لو فيها تعب، لأنك بعد كام سنة هتبص ورا وتكتشف إنها كانت أجمل مما كنت فاكر. الدرس العاشر: التخرج مش خط النهاية. طول سنين الجامعة كنت فاكر إن التخرج هو النهاية، اليوم الكبير، اليوم اللي بعده كل حاجة هتبقى واضحة. لكن لما جه اليوم ده اكتشفت إنه مش النهاية أصلا، هو البداية. بداية مرحلة جديدة، مرحلة مفيش فيها جدول ثابت، ولا حد بيقولك تعمل إيه، ولا طريق مرسوم قدامك. في البداية ده بيكون مخيف شوية، لكن في نفس الوقت جميل، لأن أول مرة تقريبا بيبقى معاك حرية أكبر ومسؤولية أكبر وفرصة أكبر وأحلام أكبر. والحقيقة إن الجامعة كانت مجرد فصل من القصة، فصل مهم جدا، لكن لسه في فصول كتير جاية، لسه في دروس أكتر وأخطاء أكتر ونجاحات أكتر، ولسه الرحلة مكملة. وأخيرا بعد 4 سنين كاملة من الدراسة، لو سألتني إيه أهم حاجة خرجت بيها من الجامعة، مش هقول الشهادة، مش هقول التقدير، مش هقول مادة معينة، هقول إني اتعلمت الحياة شوية. اتعلمت إن محدش هيجي ينقذني، اتعلمت إن الوقت بيجري أسرع مما نتخيل، اتعلمت إن قيمتي أكبر من أي رقم، اتعلمت إن الناس الكويسة نعمة، اتعلمت إن الفشل جزء من الطريق، اتعلمت إن المقارنة بتسرق السعادة، اتعلمت إن التعلم عمره ما بيقف، اتعلمت إن الحيرة طبيعية، واتعلمت إن الذكريات أغلى مما نتخيل، واتعلمت إن كل نهاية هي بداية جديدة. ولو رجع بيا الزمن لأول يوم جامعة يمكن أغير شوية قرارات، يمكن أوفر على نفسي أخطاء كتير، لكن عمري ما هغير الرحلة نفسها، لأن الرحلة دي بكل اللي فيها هي اللي صنعت الشخص اللي أنا عليه النهاردة. ولو أنت لسه في الجامعة استمتع بالرحلة، ولو أنت متخرج زيي افتكر إن لسه أحلى فصول القصة ما اتكتبتش، وإن الحياة لسه فيها فرص كتير ودروس كتير وأحلام كتير مستنية تتحقق. يا ريت تعملوا لايك وكومنت وشير على الفيديو ده، وده لأن الفيديوهات دي بتاخد مننا مجهود كبير جدا 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 عشان ننتجها. ما تنسوش تتابعونا على فيسبوك وانستجرام ويوتيوب.